العربية المقفولة في الشمس في الصيف ممكن حرارتها جوه توصل لأكتر من 60 درجة مئوية وأحيانا أعلى. الحرارة دي مش بس بتزعجك وأنت بتركب، دي بتحول حاجات عادية أنت سايبها جوه لحاجات بايظة، في حاجات ممكن تسممك وحاجات ممكن تنفجر فعلا. تعال نتكلم عن الحاجات اللي المفروض ما تسيبهاش في عربيتك في الحر، ومع كل واحدة الحل بتاعها لحد ما نوصل لإزاي تركب عربيتك بأمان. نبدأ بأكتر حاجة موجودة في كل عربية، إزازة المية المتسابة جوه العربية دلوقتي، وفيها مشكلتين مش مشكلة واحدة. المشكلة الأولى كيميائية، البلاستيك اللي بيتعمل منه الأزايز فيه مركبات زي مادة اسمها BPA، وطول ما الازازه بارده التسرب بتاع الماده دي ضئيل جدا، لكن اول ما الحراره تعلى الموضوع بيتغير. في دراسه لقت ان الازازه لما تتعرض لميه سخنه بتطلع BPA اسرع بكتير جدا لما تقارنها بالميه العاديه. يعني الحراره هي العامل الاهم مش عمر الازازه. والBPA دي ماده بتعمل تشويش على الهرمونات لانها بتقلد الاستروجين في الجسم. المشكله الثانيه ملهاش علاقه بالكيمياء خالص، وانا اتكلمت عنها قبل كده. ازازه الميه الشفافه المليانه لما تتساب في الشمس المباشره جوه العربيه ممكن تشتغل زي عدسه مكبره، بتجمع ضوء الشمس في نقطة صغيرة جدا، والحرارة فيها تعلى لدرجة تحرق قماش الكراسي أو سقف العربية، وممكن توصل لدرجة إنها تولع العربية كلها. أقسام الإطفاء عملت التجربة دي فعلا وصورتها، وحصلت حالات حريق فعلا. وخلينا أكون دقيق عشان أنا مش جاي أخوفكم وخلاص، دي حاجة مش بتحصل على طول، بس هي بتحصل، فأنت وحظك بقى. والحل العملي ما تسيبش إزازة مية بلاستيك في الشمس، ولو سبتها وسخنت ما تشربش منها. ولو لازم تسيب إزازة مية حطها في ستانلس ستيل، ما بتتفاعلش مع الحرارة وما بتشتغلش كعدسة. ولو هتسيب إزازة مية في العربية حطها في درج العربية بعيد عن الشمس. بس الازازه دي ابسط حاجه في الموضوع، لان في حاجه تانية في العربيه ممكن تاثر على حياه حد فعلا، ودي نقطه خطيره بجد. وده لان كلنا بنعملها من غير ما ناخد بالنا، بنشتري اكل، سندوتشات، البان، عصاير، ونسيبهم في العربيه شويه وانت بتخلص مشوار تاني وبعدين نرجع ناكلهم. المشكله ان العربيه في الصيف هي انسب مكان للبكتيريا بتتكاثر فيه بسرعه جدا. في حاجه اسمها منطقه الخطر، اللي هي مدى الحراره بين 64 درجه مئويه، يعني اي حاجه بره الثلاجه، وده المدى اللي البكتيريا الضاره زي السالمونيلا والاشريشيا كولاي بتتكاثر فيه باقصى سرعه. هيئه سلامه الغذاء الامريكيه بتقول ان البكتيريا في المدى ده ممكن تتضاعف في العدد كل 20 دقيقه بس، يعني في خلال ساعه واحده عدد البكتيريا ممكن يكون اتضاعف كذا مره. والقاعده اللي الجهات الصحيه متفقه عليها واضحه، الاكل القابل للفساد ما يتسابش بره الثلاجه اكتر من ساعتين، وفي الحراره العاليه فوق 32 درجه زي العربيه في الصيف الوقت ده بينزل لساعه واحده بس. والاخطر من كده بعض البكتيريا بتنتج سموم بتفضل موجوده حتى لو سخنت الاكل تاني، يعني التسخين مش بيحل المشكله دايما. واكتر الاكلات خطوره هي اللي فيها رطوبه عاليه، اللحوم، الفراخ، الاسماك والالبان ومنتجاتها كلها. والخدعه اللي بتوقع ناس كتير ان الاكل ممكن يكون ريحته وطعمه عادي جدا وما فيهوش اي علامه، وبرضه يبقى مليان بكتيريا تقدر تسممك. اختبار الريحه لوحده مش كفايه عشان تحكم ان الاكل امان. والحل انك ما تسيبش اكل قابل للفساد في عربيه اكتر من ساعه في الحر، لا البان ولا لحوم ولا اكل مطبوخ. ولو هتشتري اكل وعندك مشاوير تانية خليه اخر حاجه تشتريها قبل ما تروح البيت على طول. وخد معاك شنطه تبريد فيها تلج لو هتتاخر. ولو شكيت ان الاكل قعد كتير في الحر ارميه، ما تخاطرش وما تعتمدش ان ريحته كويسه. كلمه السر لو مش متاكد اتخلص منه. في فئه من الحاجات في العربيه مش بس بتبوظ في الحر، دي ممكن تنفجر او تشتعل بجد. اشهرها الولاعه، ودي معظم الناس عارفينها. الولاعه فيها غاز مضغوط والحراره العاليه بتزود ضغط جواها لدرجه ممكن تخليها تنفجر. لكن اللي الناس بتبقى مش عارفاه ان معقم الايدين اللي هو الجل الكحولي ده خطر كمان، لانه في نسبه كحول عاليه، والكحول ماده بتتبخر وبتشتعل بسهوله، فتعريضه لحراره عاليه وشمس مباشره بيزود خطر اشتعال. والبخاخات المضغوطه عموما زي بخاخ الشعر، مزيل عرق، سبراي، بخاخه الرب، كلها فيها غازات مضغوطه وممكن تنفجر في الحراره العاليه، زي ما CDC نبه على بخاخات الربو تحديدا. لكن في حاجه بقت في ايد كل واحد فينا وكلنا بنسيبها في العربيه من غير ما ناخد بالنا، الباور بانك. دي بتشتغل ببطاريه ليثيوم، والليثيوم بيكره الحراره العاليه. حراره العربيه المقفوله في الصيف قلنا ممكن توصل لاكتر من 60 درجه، وده بيتعدى الحد الامن للبطاريات بمراحل، وبيزود خطر انها تبوظ او تتنفخ او في الحالات الخطيره تشتعل. واول علامه خطر انك تلاقي الباور بانك او البطاريه منفوخه او متقوسه او بتسخن وهي مش شغاله، دي اشاره ان في غاز بيتكون جواها وممكن تنفجر ولازم تتخلص منها على طول. الحل ان الحاجات دي كلها ما تتسابش في العربيه في الصيف. القاعده العامه اي حاجه مكتوب عليها علبه مضغوطه او قابل للاشتعال او فيها بطاريه مكانها مش العربيه المقفوله في الحر. وبعيدا عن الحاجات اللي بتنفجر، في حاجه بتطلع سموم في عربيتك انت مش واخد بالك منها، الريحه القويه اللي بتقابلك اول ما تفتح باب العربيه المقفوله في الشمس، خصوصا لو العربيه جديده. دي مش مجرد ريحه عربيه، دي غازات حقيقيه بتطلع من اللي بيحصل اسمه اوف جاسنج. التابلو والكراسي والسجاد والغيره اللي العربيه متقفله بيهم بيطلعوا مركبات كيميائيه متطايره، وفيها مواد زي الفورمالدهايد والبنزين والتولين، وبعضها مصنف كمواد ممكن تسبب السرطان. والنقطه المهمه هنا الحراره بتزود العمليه دي بشكل كبير جدا. وفي دراسه لقت ان مجرد ارتفاع حراره العربيه ممكن يزود تركيز بعض الغازات دي بنسبه 500% او اكتر. يعني العربيه اللي قاعده في الشمس بتتحول لعلبه مقفوله مليانه غازات مركزه، وانت بتفتحها وتركب فيها على طول وتاخد نفس عميق من الغازات دي. والاعراض مش وهميه، التعرض للغازات دي ممكن في مكان مقفول زي العربيه يعمل لك صداع، دوخه، غثيان وتهيج في الجهاز التنفسي. ده اللي بيفسر
بيفسر ليه ناس بتحس بصداع او دوخه بعد ما تركب عربيه مقفوله كانت في الشمس. وده بيوصلنا لاهم حاجه عمليه في الفيديو ده، لان كل المشاكل اللي فاتت ازازه واكل وغازات ليها حل واحد بيبدا من نفس النقطه، ازاي تتعامل مع العربيه قبل ما تركبها. دي الخطوه اللي لو طلعت بيها من الفيديو ده وعملتها كل يوم هتفرق فعلا في صحتك وراحتك. لما توصل لعربيتك وهي مقفوله في الشمس ما تركبش وتقفل وتشغل التكييف على طول. ده في ناس بتقوم مدخله اولادها اول حاجه وتقفل الباب عليهم، ده بيحبس الغاز والحراره جوه. بدل كده افتح الشبابيك وسيبها تتهوى كام دقيقه الاول، واول ما تمشي شغل التكييف على وضع سحب الهواء من بره مش اعاده التدوير. خليك كام دقيقه عشان تطرد باقي الغازات. وعشان تقلل المشكله من اصله استخدم عاكس الشمس اللي بيتحط على الازاز الامامي، وحاول تقف في الظل على قد ما تقدر. ده بيقلل حراره العربيه وبالتالي بيقلل الغازات والتصرف في كل الحاجات اللي اتكلمنا عنها. والخلاصه ان العربيه المقفوله في الصيف بيئه بتحول حاجات عاديه لحاجات بايظه او خطر، والحلول كلها بسيطه. قول لي في الكومنتات ايه اكتر حاجه كنت بتسيبها في العربيه من غير ما تعرف انها خطر. ستي سيف.